يا هلا تفضل يا مرحبا يا مرحبا حياك الله يا مرحبا حياك الله. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. هلا حياكم الله يا مرحبا. الله يحييكم. يا مرحبا يا مرحبا. الله يحييك. محمد بن سعود الرشدان المطيري، قنصل دولة الكويت والمندوب الدائم للكويت في ركن التعاون الإسلامي. وين الله يحييكم، كيف حالكم؟ طيبين. الشاعر والشيخ علي الجاسم. وين يا مرحبا يا مرحبا حياكم الله حياكم الله يا مرحبا يا مرحبا. مرحبا حياكم الله. يا هلا يا هلا مرحبا. هلا حياك استريح حياك استريح حياك الله معالي السفير. الله يسلمك. انا سعود بن حامد قريقري، قابلتك عند الشيخ ابراهيم السبيعي. والنعم والنعم معروف. الله يحييك. نعم معروف. الله يسلمك. مرحبا الله يحييكم. الله يسلمك. الله يحييكم. يجيكم ان شاء الله. يا مرحبا حياكم الله. الله احنا يسلمك. اولا شيء حنا نعزيكم في فقيد الامه الشيخ نواف. الله يجزاكم الله خير. يرحمه. الله يجزاكم خير. نعزي الشعب الكويتي كله والامه العربيه. الله يسلمك. والله يحييكم. احنا شعب واحد. يا مرحبا. واهل واخوان. يا مرحبا يا مرحبا. وقبائل ممتدين عيال عم وبني عم. الله يحييك. وحنا للامانه انا تابعت قصه نعم. والعرفان والوفاء اللي قام فيه يعني اخونا حميد بالتنازل عن قاتل ابنه وهو فلدت كبده يعني. فهذا شيء عظيم بصراحه. وزيارتنا هذه هي تقدير وعرفان للشيخ حميد قريقري الحربي بشكل خاص، لقبيله حرب بشكل عام، اللي سطرت اكبر معاني الكرم والتسامح والعفو عند المقدرة سبحان الله. وهذا من ناحية. من ناحية ثانية أن قدموا درس للجاهات وللعفو والصلح، إن شاء الله بإذن الله تعالى القبائل الثانية أو العوائل أو أي واحد لا سمح الله يتعرض مثل هذه المواقف، إن يكون في دروس وعبر قدمت من قبل هذا الشيخ الفاضل عن تنازله عن قاتل ابنه. هذا من ناحية. أيضا الناحية الثانية أن احنا قاعدين نشوف ونتابع عندنا وعندكم نفس العادات نفس التقاليد، المبالغة في الدية يعني. هذا فالواحد يا أنه يعفو لوجه الله تعالى، أو أنه ياخذ حقه الشرعي، أو أنه ياخذ الدية اللي يعني اللي نصت في المعقوله والنصت على ديه محمديه مثل ما نسميها. فمن اعفى واصلح فاجره على الله. الحمد لله. وانت طال عمرك سطرت مثال عظيم جدا، وهذا يدل على الشجاعه وعلى الكرم والطيبه، وهذه ما هي بغريبه على قبيله حرب الله بشكل يعطيك عام. العافيه. الله يعطيك العافيه. فانا اهنيك. الله يجزاك خير. أهنيك انك شريت اخرتك، واهنيك ان شاء الله باذن الله تعالى ان هذه في اجر وحسنات ولدك ان شاء الله، ومثواه الجنه باذن الله تعالى. الحمد لله. هذا توفيق ان شاء الله. الحمد لله كله بتوفيق الله. الحمد لله. والله يجزاك خير. الحمد لله. الحمد لله. والله غريب على الشيخ. الله يحييك. الله يحييك. والطيب ما نستغربه منها الطيب اللي لهم في منبع الطيب خبرة. الطيب ما نستغربه من هالطيب اللي لهم في منبع الطيب خبرة. حرب الدول ما نستغرب الطيب منكم. والله غريبه. لا والله لا والله. بس انا اللي تدرون الان احنا نعيش في قريه صغيره، واستشعرنا في حجم الفاجعه اللي تعرض لها اخونا حميد في فقدان ابنه، والامور اللي انتشرت من الفيديوهات والامور هذه. وان يعني الموقف اللي اثر فينا في قوه ان اصفح عنا قبل دقائق من تنفيذ حكم الله. فهذا يعني شيء عظيم جدا. وايضا يعني تعاطفنا مع ام القاتل
إن سمعنا ان ولدها الوحيد، فهذه يعني كرم عظيم منك، العفو والتسامح، والعفو عند المقدرة. الحمد لله. والآن هذا درس وموعظة للكل يتكلم عنه، وانت يعني سطرت اسمك واسم قبيلتك في أحرف من ذهب، وإن شاء الله أن القبائل الثانية والإخوان إن شاء الله ما يتعرضوا لكل خير، لكن في حال لا سمح الله صار مثل هذه الحوادث هذه يعني طيش شباب، وإن شاء الله يعني ما نشوف إلا كل خير، لكن في حال حدوث مثل هذه الأمور إن شاء الله يكون يعني في قدوة حسنة، ولله الحمد في أمثلة مثل أخونا الشيخ حميد، لكن مثل هذه زيادة العفو والتسامح هذه يكرس يعني الأمور الوحدة بين القبائل إن شاء الله والعوائل إن شاء الله. الحمد لله. الله يجزاك خير. الله يعطيك العافية. مرحبا. أنا طال عمرك كنت في زيارة من فترة قصيرة، كنت لأمير عسير، الأمير تركي الطلبي الله يحفظه، وقعدت في لقاء وهناك في مشاكل وفي أمور هذه، فسمعت أن تقريبا أكثر من 80% من المشاكل ومشاكل مستعصية أن يعني وجود الأمير الله يحفظه قدر يحلها، وأيضا وجوده ومساهمته في والعفو والصلح اللي تم من قبل الشيخ حميد وحرب بشكل عام، نساهم في دور فيها سموه الله يحفظه. الله يحفظه ان شاء الله. والقبائل الثانيه هذا يمثل الدولة كلها. الله يحفظك. والله انا جيت على هذه الزياره شكر وتقدير وعرفان الله يكرمك. من ناحيه موضوع انساني. طبعا لا شك لا شك. لان انساني تقديرا اول شيء للاسره الفقيد الحمد لله، والوالد الفقيد واخوانه وبني عمه، هذا اول ناحيه. الناحيه الثانيه هم بعد لاسره اللي تم العفو عنه، والدته سمعنا في مسجها، وهذا هم بعد والله فرحنا يوم سمعنا لان احنا عشنا اللحظات هذه من السوشيال ميديا. طبعا هذا شيء المسلمين ايه. المسلمين رحماء بينهم الحمد لله. ف مناشدات تبي تاثر المسلمين ما في شك. تقول زيارة القنصل تعتبر ايش؟ زيارة القنصل تعتبر زيارة كل كويتي، شايف؟ وقبائل الكويت امتداد من قبائلنا. ودولة غالية ودولة عزيزة على شعب السعودية وعلى ولاة أمر السعودية، بعد حريصين على الكويت حكومة وشعب. الله يحفظك. والله يحييك والله. وخير من المثل. نعم ما في فرق بين الكويتي والسعودي. نعم خير من المثل شعبه. والسعودية دائما يعني مواقفها مشرفة، ونستذكر حنا كلمة خادم الحرمين الملك فهد بن عبد العزيز يوم تحرير الكويت، كلمة الخالدة هذه في قلوب الكويتيين اللي لها أثر كبير في قلوبنا، يوم قال إن يا أن تبقى الكويت والسعودية يا أن تروح الكويت والسعودية مع بعض. ولله الحمد الكويت تحررت من بلادها المقدسة هذه، من الأرض الظاهرة هذه. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. وفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بفضل ولاة أمرها ورجالها وقبائلها وعوائلها. الحمد لله رب العالمين. والله ان ولاة امرنا هذول اقول لك مهما ندعي لهم ولا ما نجازيهم على الاعمال اللي يقومون بها، وعن العدل اللي قايمين به، وعن الامن اللي موفرينه بعد توفيق الله سبحانه وتعالى. اي والله، ونقول الله يديم عزهم ويديم الملك سلمان وولي عهده. الله يحفظهم. هذول الله يديم عزهم. اي والله. الله يحفظهم. الحمد لله احنا في نعمه عظيمه. الحمد لله رب العالمين. الله يحييك، قربت بيض الله وجيهكم، اصواتكم عزيزه. جزاك الله خير. اهلا وسهلا بالجميع.
الشمولي. لا لا طال عمرك طال عمرك. الله يحييك يا هلا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا. يلا في الله. يا مرحبا. شرفتنا يا مرحبا. مع السلامه.